وبركاته. حلقة جديدة من حلقات كورس الألماني مع فوق مع حسن، ده اللي هو أنا يعني. ايه رأيكم في النظام ده بقى؟ الحمد لله اكتشفنا تسجيل فيديو ما كنتش عارفاه بصراحة قبل كده. تسجيل من اللاب، فيبقى فيه سهولة أكتر في التسجيل، ويبقى فيه إن شاء الله الفترة اللي جاية سرعة في تنزيل الفيديوهات، يعني على حسب لو خلصنا إن شاء الله الكورسات بدري شوية بنبدأ على طول ننزل. عشان كده بقى قلت أجمع لكم الإيه قواعد كلها في فيديو واحد علشان تيسير للعملية شوية إن شاء الله، يعني على قد ما نقدر. طيب، احنا المرة اللي فاتت أخدنا القاعدة بتاعة بكتب عربي. ماشي. و وعرفنا إن والمقطع ده لما بيجي مع بعض بنقول أو كأن بيبي صغير بنقول له عو، فبنقول له أو أنا عمالة أعيد عشان تكرر معايا. طيب، أو دي كلمة ممكن نلاقيها، أو المقطع الصوتي ده نلاقيه في كلمات زي إيه؟ زي كلمة أوتو، سيارة، أو أوتو. أهو هنحاول إن احنا إيه، لما أخلص أبقى أعملها لك فيديو هنجي بلون لك الدنيا وأظبطها لك شوية. تمام، يبقى المقطع الصوتي أو ألاقيه في كلمة زي كلمة أوتو. طيب، ألاقيه في كلمة تانية زي كلمة إيه برضو؟ زي كلمة هاوس. هاوس، هاوس. يبقى المقطع الصوتي أو نلاقيه في كلمة زي كلمة أوتو، أوتو. هاوس، أو أهو هاوس. تمام. طيب، ممكن تلاقيه في كلمة تانية برضو زي كلمة أوج، عين واحدة، عين من العينتين. أوج، أوج. أو لو جمعتها تديلك البلغال أوجن، أوجن. طيب، الفعل برضو كاوفن، كاوفن. طبعا في بايشبيلة كتيرة جدا جدا جدا، كل ما تمشي ف... في الألماني هتلاقي بايشبيلة، ولكن أنا بحاول إن أنا إيه أعودك على اللغة. عذرا، احنا خفينا شوية من الكحة. الحمد لله، ربنا يخلينا أختنا منار من سوريا، هي اللي قالت لي على وصفة وقلت بنشرها عشان الناس لو حد تعبان من الكحة. قالت لي اشربي زيت الطحينة، الطحينة اللي هي اللي بنعمل منها سلطة الطحينة. فكتر خيرها يا رب، ربنا يبارك لها ويكرمها يا رب العالمين. لا الحمد لله الواحد اتحسن شوية. فلو عرفت امنتج الحوار ده هبقى امنتجه، لو زهقت وما عرفتش امنتج فعادي، كلنا اخوات مع بعض. المهم، يبقى المقطع الصوتي اهو الاولاني هبتدي ان انا الون لك زي ما بعمل في الكورس بالظبط، عشان ايه؟ ادي لك كده ايه، يعني حماس شويه ان انت تذاكر. يبقى ادي المقطع الصوتي هنا، اكبره شويه برضو اهو. هو شكل الفيديو هيطول معانا، مش هنلحق نجيبه كله، بس ماشي. يبقى المقطع الصوتي اوتو، اوتو. بعد كده هاوس، هاوس، هاوس. بعد كده اوج، اوج، اوج يعني عين. اوجن، الاتنين مع بعض. اوجن، اوجن، اوجن. تمام. بعد كده كاوفن، كاوفن، كاوفن. ما ينفعش بقى تقول اوتو، ما ينفعش تقول حاجة تانية، هي واضحة خالص. المقطع الصوتي ابتدي اقول اوتو، هاوس، اوجا، اوجن، كاوفن. كده الدنيا زي الفل. طيب، المقطع الصوتي اللي بعد كده بيكون عبارة عن الايه او، الايه او. طيب، الايه او ده انطقه ازاي؟ صوته اوي، اوي. احنا المره اللي فاتت في الفيديو تقريبا جبنا اويغو، على حسب ما انا فاكره عشان انا بنسى برضه شويه. كبره لك اهو، وانزل لك تحت على المقطع ان هو كبر قوي. ماشي، ادي اويغو، 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 اويغو. شوف انا عامله عيد كام مره عشان تكرر. اويغو اليورو، اويغو. طيب، عندي بعد كده اوي غوبا، اوي غوبا، اويغو. خليها لك فلاين. ماشي، اويغو، اويغو، اوي غوبا، اوي غوبا او اويروبا. الكلمه دي لوحدها ينفع انطق فيها حرف الآ كغين وكآ. ليه؟ ما اعرفش، هي ما بنطقوا بنفس الطريقه. يعني انا سمعت الالمان مره واحد يقول لك اويغوبا، مره واحد يقول لك اويروبا، زي كلمه سفانسش وتسفانسك بننطقها النطقين. فالكلمه دي بالذات تنفع الايه، النطقين، ما فيهاش اي مشاكل. تمام. طيب، ايه تاني ممكن ان انا احط كلمه معاها؟ كلمه زي كلمه فرويند، فروي، فرويند، 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 فرويند. تمام. فرويند يعني صديق، يبقى ايغو، ايغوبا، فرويند. ما قولش فرويند، انت زي الالمان ما بينطقوا فيهوش بغاخه.
هتقولي سمعت واحد ألماني بيقول فروين، مش ألماني، يا إما فلاحين. فهو تقريبا واقف على 5 دقايق، فأنا هبقى ألحمهم في بعض إن شاء الله. المهم بنكمل. أوي، أويغوبا، أويغو، الأويغو الأول، أويغوبا، فرويند، فرويند. تمام كده زي الايه، زي الفل، مفيش اي مشاكل لغايه دلوقتي. ممكن نجيب بايشبيل كمان كلمه لايتا. لايتا، لايتا يعني الناس، زي في الانجليش كلمه بيبل تقريبا، على حسب لو انا فاكره نطق الانجليش صح. يبقى ايرو، ايروبا، فرويند، لوي، لايتا، لايتا. حاول تركز في الاوسبراخ بتاعتك تكون زي الالمان بالظبط. وكنا لسه قبل ما الفيديو كان يفصل علينا، فكنت بقول إن النطق بيختلف من مكان لمكان، ولكن النطق السليم الصح اللي يديلك كده برستيج حلو، حاجة كده محترمة، بما إن أنت في كورس محترم. فكلمة إن أنا أنطق حرف الآ زي ما هو بيتنطق، وأقلد النطق. ما تقولش حرف الآ بيتنطق إزاي، لا قلده، شوف الكلمة بتتنطق إزاي عندهم وانطقها زي ما هي إزاي. زي ما اتفقنا قبل كده، قلنا في فيديوهات كتير، زي البيبي الصغير اللي بيقلد. البيبي الصغير مش بيروح ياخد قواعد نطق، ولكن بيتابع، يحرك لسانه وبينطق وبيسمع اللي هما بيقولوا. تمام. ولا طبعا لازم الفهم مع السماع، يعني ما ينفعش تكون سامع وانت مش فاهم بيقولوا ايه، طب ما انت هتتكلم ازاي؟ واضحه الفكره؟ طيب. بعد كده المشكله برضو اللي بنقابلها هي حرف الاي جي، او المقطع الصوتي الاي جي لو اجتمعوا مع بعض. خليني اخدها لك برضو كده، اكبرها لك شويه عشان تبقى واضحه في التصوير. وبرضو نفس الفكره الونها لك. طيب الاي جي طبعا كل الارقام بتاعتك. يعني انت عندك سفان، خليني اصغر الخطوه واكتب لك كده اهو. سفان سي. انا عارفه ان انا برضو ضعيفه شويه في الوورد والحاجات دي، بس يعني ماشي الحال عشان الناس اللي بتخش تعالى على الوورد. خلي بالك من النقطه الاولاني اللي هنا، سي، سيفا، سيفا. يبقى حرف الفي ما بقولش دبليو، ما تقولش تسوانسيش، ما تعمليش زي الاطفال الصغيرين في الكورس، لا. س، في ت س في الاول كنطق. ما تكتبش الكلام ده بالعربي بالحروف العربي، ولكن افهمه. فبنقول سفان، 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 سيش، سفان، سي. يبقى الاي جي كانها ايش الخفيفه اللي هي بتاعت الضمير ايش، اللي هي بمعنى ايه؟ انا. تمام. سفان سيش، سفان سيش، مش زفانزش. ما تقوليش صوت الزد ده كده، لا. زفانزش كده لا. سفان سي، سفان، سفان سيش، سفان سيش، سفان سيش. طيب في نطق تاني طبعا سمعناه، وفي نفس الفيديو بتاع ايزي جيرمان كانوا بينطقوا النطقين مع بعض في فيديو الارقام. قالت مرة سفانسش ومرة قالت سفانسي. سمع صوت التكة؟ عارف تكة الأمان؟ سفانسي، مش سفانزج بالجيم، لا. سفانسي، التكة على تكة الأمان. يبقى أنت عندك نطقين، سفانسش أو سفانسج، والنطقين صح. عندك رقم تاني مثلا زي فيرتسش، 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 مش فيرتسش، مش فيغتسش، غلط الكلام ده. في سيش. طيب وانت بتنطق هنا كده هتستفاد ايه؟ هتستفاد حاجتين. اول حاجه لما تلاقي المقطع ايه ورا بعض تشيله كانه مش موجود، وبتخليه صوت الايه. يعني انت لما تلاقي المقطع ده كده تخليه صوت الايه، وهدي لسه هديلك بشكل عليه كمان مره. تمام. تاني حاجه حرف الفاو عندك لو الكلمه كانت اصلها الماني بتخليه صوت الاف في الانجليش، او صوت الف، زي كلمه فاطمه، يعني اسمي فاطمه بالف، نيفين بالفي. يبقى هنا تسيفا، هنا حرف الفي بقى زي الفي، تسيفان سيش. لكن هنا في سيش، في سيش او في تسيج، الاثنين صح. بس مين الاشهر؟ طبعا السيش، ان انا اقلب الايجي. طبعا هم عشان ما شاء الله مجتمع لذوذ خالص، فبيقلب لك الحاجه. يعني شوف الحاجه اللي انت تحس ان انت فاهمها اقلبها على طول. يعني تفانسك، تمام، تحس ان هي عشان ايجي فصوتك ده تمام مفيش فيه مشكله، فلا اقلبها شين بقى، عشان ده الايه، ده اللي هو الاصح يعني. تمام. يبقى ده المقطع الصوتي التاني، او التالت ده ولا ايه؟ تالت، ماشي تالت. يبقى 20 oder 20 تمام تمام زي الفل. طيب الحاجة اللي بعد كده في المقاطع الصوتية، أو ممكن ننزل سطر تاني. ماشي. المقاطع الصوتية وحرف الفاء، طالما ذكرنا حرف الفاء فليه نطقين. ازاي ليه نطقين؟ مش انت لسه دلوقتي حالا قايلالي ان هو نطقه زي الف في العربي او الاف في الانجليش؟ اقول لك زي الفل، انت صح والله. بس ده لو الكلمة اصلها الماني، ده لو الكلمة أصلها ألماني. إزاي أصلها ألماني؟ زي الفعل فير كاوفن، فير كاوفن،
verkaufen. حرف الفاو اهو بقى صوت الف. fair والاي ار بقت اهو verkaufen. لاحظت حاجه وانت معدي كده ايه؟ ان كاو هو فصل عني بيفصل بعد 5 دقايق. دي معلومة كويسة، ما كنتش أنا عملت له تيست أو جربته فاشتغلت بيه على طول. فهو بيفصل بعد 5 دقايق، فأنا بنقطع الفيديو على 5 دقايق زي الفل. هنلحمهم لكم كلهم في بعض إن شاء الله. كاين زوج ولا أي قلق. طيب المهم كنا بنتكلم لسه في الفاء كاوفن، فكنا بنقول إن حرف الفاو صوت الفاء أهو لأن الكلمة أصلها ألماني. أدي أول حاجة. تاني حاجة الاي ار لا تنطق حرف الآ، يعني ما تنطقش حرف الآ، ما تقولش فر كاوفن. فر كاوفن طبعا ده نطق خاطئ، ولكن هي فا كاوفن. قسمها لو طويلة عليك. ادي الفا، انا باجي لك هنا اهو، ادي الفا. مرات الورد دي جميلة. فا، وبعد كده الكاو، بعد كده الفين. لما تبقى الكلمة صعبة عليك تستفاد ايه؟ الفا وصوت الف. الاي ار ما قلتش فغ او فر. تاني حاجة كاو، لسه واخد انت حرف الا او او المقطع الصوتي الا او. وبعد كده فين عادي حرف الاف عادي. اف ما فيهوش مشاكل. يبقى فيها كاوفن يعني فيها كاوفن يعني بيع. بعد ما اخلص الفيديو هجمع لك الدنيا دي كلها في فيديو لوحدها بالكلمات او بالمعاني جنبها بالعربي عشان برضه يبقى معاك كل حاجة. وربنا يستر علينا في المونتاج وما نتقرفش كتير. طيب يبقى ده كده ايه؟ حرف الفاء. طيب امتى الفاء يتقلب لصوت الفي؟ لو الكلمة جاية لك من لغة تانية أجنبية، فتبقى مثلا كلمة verb، ده جاي من الإنجليش، فبقى صوت الفاء صوت الفي بالظبط كأنه حرف الفي. تمام. طب انا هعرف ازاي ان الكلمه دي صوتها اصلا الماني، او هي اصلها الماني ولا اصلها انجليش؟ اول حاجه بالممارسه والتعود. ما توجعش راسك بحاجه زي كده، ولكن خد الكلمه وروح اسمعها من عند الالمان. اسمعها من كام مصدر، في كام حاجه اقدر ان انا اسمع منها. ايزي جيرمان ده المصدر الاساسي بتاعنا اللي احنا شغالين عليه في الكورس. ادي اول حاجه. تاني حاجه عندك ابلكيشن اسمه ليو، وانا حاطط لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. تقدر ان انت تحط فيه اي كلمه يطلع لك النطق بتاعها. تالت مصدر هو ريفيرسو، بس ريفيرسو يعني شغل ذكاء اصطناعي شوية، يعني واخد داتا بيعملها تحديث وكل حاجة، بس في بعض الأصوات بتبقى غلط. بس هو أحسن من جوجل ترانزليت. يعني جوجل ترانزليت ده الغيه من قاموسك أصلا لو هتدرس لغة سواء كان ألماني أو إنجليزي. تمام. تمام. نبص كده على عشان ما يخمناش. ماشي. يبقى أنت عندك كده الفير كاوفن، لكن هنا كلمة das verb. حرف الإيه هنا ما اتنطق عشان كمان قبله حرف الإيه؟ الإيه. أو لما تلاقي الإيه ما تنطقش حرف الآ وما تقولش فيرب، لا طبعا غلط. تمام. تمام. طيب المقطع الصوتي اللي بعد كده ان شاء الله ما نبقاش ناسيين حاجه. احنا خدنا على فكره تسات كده، قول زي ما قلنا تسفانسش. تسفانسش. تسات ما فيهوش مشاكل. طيب عندك مثلا سفاي مش عايز اظبط ليه. سفاي يبقى صوت، او ممكن اكتبها لك هنا كده اهو. ادي التسات وادي التنوين ولا ميمي اهو. ادي الست يا سيدي. يبقى تسفانسيش وده تسفانسيش، بس انا ماشيه على نوف تسفانسيش طبعا. وتسفاي. سفاي مش زفاي. ايه الزفاي ده؟ مفيش حاجه اسمها زفاي اصلا في الالمان. سفاي. سفاي. اي. فاكر كلمه لو حد خبطك بالطوبه؟ اي على طول. يبقى الاي يعمل لك صوت الاي. ومن هنا تبدا تنزل على الفرق ما بين الاي اي والاي الفرق ما بين الصوتين. طيب انت لسه واخد هنا اهو اي الايه لما تيجي مع الايه. طيب انا بشبهها في الكورس للكبار والاطفال الاثنين. ازاي؟ حرف الايه هنعتبره ان هو بيبي صغير. ادي حرف الايه ده اللي اسمه الايه الماني. لو انت مش عارف الالفابet ارجع فيديو لورا او فيديو أو 8. فيديو 8 ارجع 8 لورا. فده حرف الايه، ده حرف الاي، او في دويتش طبعا بالالماني. فحرف الاي مثله كانه عمود في وشك. انت واقف قدامك دلوقتي عمود، والواد عايز يطلع يجري. الواد اول ما يشوف العمود ويطلع يجري يلبس فيه يخبط. يبقى اي يصوت ويعيط. تمام. الامهات هي اللي هتبقى حاسه شويه ان هي هنا مرتاحه نفسيا، انه ده الحاجه اللي بتحصل معاها. يبقى حرف الاي لما يلاقي حرف الاي يطلع يجري عليه، ارزعه على طول يخبط فيه. اي. تمام. طيب لو كان حرف الاي ورا، ادي حرف الاي اهو ورا، وانا همشي لك خطوات. ماشي. استحمل. تزهقش. هيمشي لك خطوات قبل ما يفصل عشان يجي ال5 دقايق وهيفصل. وادي حرف الايه. ما الايه بيجري براحته يقول اي مفيش ايه، مفيش خط. ليه مفيش خط؟ لان حرف الاي اللي هو عامل زي الحيطه، حيطه صد قدامه بقى وراه، فلما بقى وراه ما يخبطش فيه.
تمام. هفصل لك الفيديو عشان هيفصل علينا، وانا بقيت فاهمه التركية اللي فيه. فخلاص هبدأ اجيب لك البايشبيل وهتبدأ ان شاء الله تفرق ما بينهم. سريعا كده قلنا انه حرف الايه، هو ما بيشتغلش ليه؟ ايوه كده. طيب. حرف الايه لما يلاقي قدامه حرف الاي، مثلنا انه حرف الايه اللي باللون اللبني او بالازرق ده كده عامل زي الحيطه السد. افتكر كده الاستاذه اصلا بتقول لك حيطه سد باين. فحرف الاي، لا حرف الاي اخبط قول اي. طب حرف الاي ورا يبقى الواد بيجري فيضحك، اللي هي اللي بنقول بالمصري كده بيكركر من الضحك، بيضحك جامد اي كده. طب ما تدينا مثال. ادي هنا المقطع الاولاني اهو، اكبرهولك عشان اجيب لك البايشبيله بتاعته. انا هحطها لك بالطريقه دي علشان تفهم ايه اللي حصل. هنا اي لكن تحت هيبقى اي لانه حرف الاي بقى هو اللي ورا. طيب انا عندي مثلا كلمه زي كده. ها، هنا كده اهو، ادي كلمه فاين. فاين يعني خمور، خمره، اللي هي كلمه واين بالانجلش. ماشي. يبقى كده كلمه ايه؟ فاين. طب ليه قلت فاين مش فين؟ عشان حرف الايه اي ورا بعض اهو. انا كده اجي الونها لك اهو. ها، فاين فاين يبقى حرف الاي قدامه حرف الاي. حرف الاي حيطه سد في وشه، اخبط اضرب اي كمان. تمام. طيب هقول لك لما نوصل اقول لك برضو تركات أنا. طيب انا عندي مثلا حاجه زي كده. في لايشت، في لايشت، فهنا جاب لي النطقين مع بعض. ادي الاي ما بتقولش فايلايشت او فايليشت، مفيش الكلام ده. تمام. يبقى هنا حرف الاي ايه بقى؟ في في لاي اي اهو، صوت الاي. تمام. خليه هنا باللون الاصفر ده، وده صوته بالايه؟ بصوت الاي اهو. ها. طبعا انت عندك اساسا انت عملت ميكس ما بين حرف الاي اي وكمان الاي تي ها، فلازم تطلع لسانك في الاي تي ها. اول ما تلاقيها في اي مقطع طلع لسانك. عارف الميكس ده؟ فلايشت ايش، فلاي، فلايشت يعني ميبي او ربما. تمام. تمام. تعال ننزل على، يبقى هنا خلاص دي كلمة فاين. فاين قلناها غموض، ماشي ما فيهاش مشاكل. تعالى على الكلمة التانية اهو. لو انا كبرتها لك سنه برضو، هنا تبقى صوت الاي لسه واخدين فيلايشت، فيلايشت. تمام. وكمان فين بس كلمتين شبه بعض. يبقى التانية كانت فوق فاين، لكن هنا هتبقى اسمها فين. فين اهي اي. فالاي ايه لما يجوا مع بعض يعملوا صوت الاي. فين هي دي عبارة عن فينيا تقريبا. فينيا دي كانت عاصمة النمسا صح؟ عاصمة النمسا، فاشلة جغرافيا. فالمهم كده خدنا الفرق ما بين ال AE وال EA في مثال بسيط سريعا. لو مش فاهم قول لي وانا اظبطها لك. الحاجة التانية برضو للتوضيح، انت عندك الارتكل بتاعة الفايبلش او الفيمينين اسمها دي فهي عبارة عن ايه؟ EA. ادي اهو دي. طيب كلمة اتنين يعني سفاي يعني خد من الكلمات اللي انت بتدرسها خليها تفيدك في النطق كمان. يعني انت كتير وشوف شكل الكلمة بتتكتب ازاي، هتلاقي امورك سهلة وبسيطة، وان احنا مكبرين الموضوع على الفاضي. ادي اللي تسيب بقت سي. ادي الفي بقت في سفا سفاي اي اهو سفاي. يبقى ادي الاي اي ما بقاش فيها مشاكل، وادي الاي ايه. لو فيها مشاكل قولي واكتبها لكم في فيديو تاني. ان شاء الله ما تبقاش الامور فيها اي حاجة. طيب المقطع الصوتي اللي بعد كده عايزة أقول لك حرف الها برضو. ده يعني حرف لوحده، ما يعتبرش مقطع صوتي يعني، بس هو حرف لوحده. فالها ليه حاجتين أو ليه وظيفتين في أي كلمة. لو جاي في أول الكلمة فيتنطق ها عادي، أو صوت اله زي الفعل هايسن أهو. هايسن ده ما تقول إيش هايسة ادي اهو حرف الها. الونهولك يبقى هايسن. طبعا الاس تسد صوتها سين او اس في الكلمة. تمام. ادي اهو، ادي الاس تسد، وادي كمان حرف الها. يبقى انا عندي كده لما الاقي كلمة ابتدي ان انا اسمع الكلمة وانا هطلع قواعد النطق بتاعتي. طب ركزت كمان انه هايسن فيها الاي اي. هاي هايسن هايسن. يبقى كده امورك تبقى زي الفل. ما تاخدش اللغة ان هي ايه حاجة مقرفة او مملة. قواعد النطق في حاجات هتمشي فيها قواعد نطق، وفي حاجات لسه هشرحها لك واحدة واحدة هتلاقي ان هي للأسف مش نافع فيها قواعد نطق. يبقى انت عندك هايسن يعني يسمى او يدعى او واحد اسمه كذا. فطبعا كلنا حافظين. في حد فيكي يا دنيا مش مصر بس، يا دنيا كلها مش عارف ايش هايسة
وابتدي اكتب اسمي. ايش heiße فلان الفلاني. طيب ده لو حرف الها كان في الاول. طب لو عايزني يوم مع المونتاج اللي هفضل اعملها على التقطيعه دي، يا ربي يا ربي يا ربي ما خدتش بالي المره دي قطع. خدعني المره دي. المهم انتوا عارفين لو الفيديوهات دي ما جابتش لايكات كتير كتير، انا عايزه انتشار صلاه النبي كده، حاجه فل شمعة منوره على الزهق اللي انا بشوفه. فالمهم تاني بنتكلم في حرف الها. فبيقول الصوت لو في الاول، او لو حرف الها في الاول فالصوت بتاعه بيظهر حرف الها عادي، فاقول ich heiße، او كلمة ها هاوس. طب لو جاية في النص ولا كأنها موجودة بس اقلبها لي مد، ازاي؟ عندك الرقم ده كده، احنا لسه واخدين الايه، الست، لسه قايلين س سين سين. شايف انا بلون لك الدنيا ازاي؟ سين، ما تقولش تسن، ما هو في حرف الها، الها يعمل لك مد، صوت المد. تمام، يبقى تسين. طيب تسين يعني رقم 10. صان 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 يعني ايه؟ يعني سنة. صان صان، يبقى تسين صان. تسين صان. ما اقولش زين، ما اقولش زان، ما فيش الست قصدي بتكون تحسين في بعض. سين صان زي الفل. طيب ايه تاني قواعد برضو مهمة بالنسبة لك؟ كان مش عارفة الوقت بيجري، ما ايه في ايه ما بالراحة، الخمس دقايق ما بقت فيهم بركة ليه كده. المهم خدنا الست، خدنا الفا، خدنا الفي، وخدنا حرف الاي، وخدنا حرف الاي او المقطع الصوتي اي ايه واي. اي احنا قلنا ايه؟ اي ايه عشان ما ننساش، والتاني كان اي اي. تمام كده. ان شاء الله مش ناسين حاجة. ماشي، تعال نخش على المشاكل. المعاناة بتاعتك هي الاس، لما بتيجي في الكلمة تنطقها زد ولا تنطقها اس. دي برضو كانت حاجة حد كان سألنا، بحاول اجمع لكم اللي انا بتسير فيه في الكورسز عشان كل الاسئلة تبقى ايه، مجابة ان شاء الله. فده اللي هو الهدف الاساسي بتاعه. طيب ادي اهو الاس لو جايه لك في الاول تنطقها زد، صوت الزد، زي زين، زي واحد اسمه زازة، زي زرافة، زي الذئب. زن بقى هنا كده عادي. فهنا مثلا كلمة زكس مش زكس، زكس زكس، يبقى الاس في الاول زد على طول ورايح راسها. ولا تقول لي بقى اصل علة، اصل مش عارف ايه، اصل متحرك، اصل ساكن، سيبك من الكلام ده، لانه ساعات بيظبط وساعات لا، فتوجع راسك. اسمع الكلمة وشوفها، هتلاقي شواذ، هتلاقي شواذ كتير. ده الأمان كله شواذ اصلا، ده هو اسمه لغة الشواذ. جاي تستغرب دلوقتي. يبقى ادي كلمة ايه، زكس يعني رقم 6. لو انا جيت قلت لك واحده اسمها ساره، فاحنا بالالماني بنقول لها زاغا. زاغا، شايف زن قوي، زاغا، يبقى دي الايه، الاس. تمام. طيب كرسي يعني زاسل. ايه الكرسي اللي اسمه زاسل؟ مش كان اسمه شتول؟ ولسه هناخد الكلمات دي برضو دلوقتي. زاسل كرسي الانتريه، كلنا عندنا انتريهات. كرسي الصالون اللي هو المنجد ده، مش عايزه اقول صالون، بس هو كرسي الانتريه، كرسي فيه تنجيده حلو. ماشي. كرسي الخشب بقى العادي بتاعنا ده، هو ده اللي ايه، اسمه شطور. فهنا زاسل. فتيجي تقول لي اصل في حرف الايه، طب ما هنا اهو خليناها اس عادي لانها في الوسط في النص. فانت خليك كده رايح راسك، لو الاس جايه لوحدها مش مع المقاطع اللي لسه هنكتبها فانطقها صوت الزد. طب في شواذ، في شواذ، وهتلاقيها في الكلمات. اعرفها ازاي؟ ما انت بقى معاك نطق الالماني، ما انت كل ما هتسمع وتقلد كل ما امورك هتبقى تمام ومفيش فيها مشاكل. انا بحاول اريحك من حته دراسه اللغه كقاعده او قواعد، بس انا بدربك على اللغه تتعلمها ازاي. طيب لو جالي اس بي، ده مقطع صوتي اس بي مع بعض، يبقى شبا. طبعا اشهر مثال عندنا في اللغه هنا هو المقطع الصوتي او الكلمه شبورت فيها المقطع اس بي. يبقى واحده واحده كده اهو. ادي اس بي، ادي الاو ار تي، شبورت شويه وهيفصل. شبورت، بقينا عندنا عقده. شبورت يعني رياضه، فالاس بي تبقى شبورت. تقول لي الايه ما اتنطقتش، اقول لك ما تنطقهاش، ما نطقهاش في الكلمه دي، ما تنطقهاش. وقلد النطق في الكلمه، ما ايه، ما توجعش راسك. يبقى شبورت عماله اقولها لك اهو، البي تقيله زي الانجليش بالظبط. شبورت الاغ لا، ما تقولش جبرت، ما تقولش شبخت، مفيش الكلام ده. شبورت. تمام. ich mache Sport oder ich treibe gern Sport. انا بتدرب كتير على الرياضه. ورجعنا بعد ما الفيديو قطع علينا، ان شاء الله نظبطها في المونتاج ده لو عرفنا ان احنا نظبط اصلا الفيديو ساعه، ربنا يستر يعني. المهم احنا كنا بنتكلم على الاس بي، فكانت عندنا كلمه
اس بي لما بتيجي مع بعض تعمل صوت شبا شبا. سبورت سبورت. واتكلمنا انه كمان حرف الايه كمان شبراخلوس او غير منطوق. تمام. طيب بايشبيل تاني كلمة زي كلمة شبيجل. بيكتب عربي ماشي. شبيجل شبيجل يعني مراية، يبقى برضه اس بي شبيجل. طب كلمة مرح أو متعة أو فرح هي شباس شباس. يبقى أنا عندي اس بي شبورت شبورت أهي. عندي بعد كده شبيجل شبيجل. خلي بالك كمان الاي اي جت كمان مرة اهي شبيجل. وبعد كده شبا شباس شباس. ما تقوليش بقى سباس، ما تقوليش بقى سبيجل، ما تقوليش بقى سبورت، الكلام ده ممنوع. يبقى انا بنطق زي ما هما بينطقوا بالظبط. بعد كده بعد الاس بي احنا اتفقنا ان الاس لوحدها اصلا كلمة صوت الز. زكس زاغا زسل انزوفايت والى اخره. طيب تعالى بعد كده على الاستي. ادي الاس تي. الاس تي تعمل لك شتا 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 كده. تمام. يبقى الاس تي تعمل لك صوت شتا. زي مثلا بايشبيل كلمة شتغاسة. شتغاسة شتغاسة يعني شارع. شتا شتغاسة شتغاسة اس تي شتا شتا. طب الاس بي شبا شبا علشان ما توهش او تزهق من الموضوع. تمام. طيب عندي برضو كلمة شتول 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 كرسي استي شتا شتول. الها في النص ما تقولش شتوهل مثلا، لا شتول شتول. تمام. يعني كرسي واشتغاصة شارع وشتول يعني كرسي. طيب ده لو الاستي جاية في الأول. طب لو جاية في النص زي كلمة فانستا 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 يعني شباك. تمام. فانا قلتش فانشتا، لقيت مره واحد والله العظيم نطقها لي فانشتا. ليه؟ اصل انا واحد انا قست تنطشتا. لا يا حبيبي لا، يبقى اسمع الكلمه النطق الاول. لو جت في الوسط هنا بتبقى ستا عادي. فانستا فانستا اللي هي اللي هتنطق لان هي ايه تركيبه على بعض. اول ما بلاقي الايه دي ممكن تاخدها قاعده ثابته مفيش فيها مشاكل فلا تنطق. تمام. زي كلمة بيست لما صرف الفعل زين مع الدو بيست. ها بيست. يبقى شتغاسة شتول لو جاية في الأول استي. طب جاية في الوسط أو جاية في الآخر فخلاص انطقها سته سته. بيست عادي استي عادية وفينست. تمام. تمام. أنا مش عارفة التسجيل بيجري وسبحان الله كنت فاكرة إن هو هيسيبني براحتي كنت يعني بدل التقطيع دي، بس يلا الحمد لله حصل خير. تمام. اخدنا حرف الها في الوسط خدناها في الاول. اخدنا الاي اي والاي اي. اخدنا الاس والاس بي والاس تي. يبقى فاضل معاك الاس سي ها. اس سي ها عامله زي السي اتش والاس اتش في الانجليش بالظبط. يعني شين شين بس مش عاوزه منك اي حاجه تانية. تمام. يبقى انا عندي كده الاس سي ها على طول بقى في النص في الوسط في اي حاجه هي بتيجي في الاول يا في الاخر وخلاص وخلصنا. زي كلمه مثلا شفيستا 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 يعني أخت. آدي الاس سي ها يبقى ش. وبعد كده عندي الفي يبقى صوت الفي الصوت غير الاسم. خلي بالك أنا بكلمك في الصوت مش بكلمك في الاسم. يبقى شفيستا. آدي الاس سي ها أهي لو لك مثلا. وبعد كده عندك الاي ار بره لا تنطق صوت الاي بس ما اقولش شفيستر ولا شفيستغ. الكلام ده طبعا ممنوع. يبقى الاس سي ها شين عادي. او كلمه تانية زي كلمه شت يعني شايس شايسة. يبقى فيها ثلاث حاجات. اول حاجه ادي الاس تسي ها صوت الايه الشين بس ما فيش فيها مشاكل خالص. اس تسي ها ادي الشين. بعد كده الاي اي 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 وقلت لك افتكرها بحته ايه حرف الاي كانه طفل صغير وحرف الاي كانه الحيطه فلزق فيه خبط الاي. والاس تست على طول صوت السين او صوت الاس. يبقى شايسة شايسة شفيستا شفيستا. تمام. يبقى ادي شايسة وادي شفيستا. يبقى الاس تسي هتعمل لك صوت الشين. عندك كلمة شولة مدرسة قبل ما يفصل شولة اس تسي ها اهي شولة. طب ايه الضمة دي ليه؟ عشان حرف الاو. يبقى وانا بنطق كده خليني ذكي اسمعهم وابدا ان انا اقلدهم. ما تاخدش الحوار حوار ايه ان هي حاجة مقرفة يعني. تمام. نبدأ نشوف المقطع الصوتي اللي بعد كده. ورجعنا على المقطع الصوتي اللي بعد كده وهو التي ها اللي عامل لنا مشاكل. طيب أنا عايزة أمحي فكرة دراسة الجراماتيك أو دراسة اللغة بحتة قواعد لغوية قوي. أنا بحاول إن احنا نتجنبها يعني قدر المستطاع. أنا عندي تي ها
الحاجة اللي أنا أقدر أمشي عليها أو اللي أقدر إن أنا يعني أقولها لك، لما تلاقي وراها حرف الإس اقلبها لصوت الإكس بس. دي ممكن تمشي عليها قاعدة، ممكن كمان يعني احتسابا لقدام، عشان لو لقيت مصيبة ما تجيش تقول لي ده أصل مش انتي قلتي إن السيحة وراها الإس تبقى على طول إكس. لا، ما عادي ممكن أخليها لك شين عادي، ما فيش مشكلة. يعني ساعات بنقلبها كده وساعات بنقلبها كده، بس في الغالب في العام بنعملها صوت الاكس زي كلمة زكس. لو انت ركز معايا في الأول، فعندك زكس، ايه اللي حصل؟ زي صوت الاس اهو عملك صوت الزد، صوت الزن اهو. زي مش زيكس، هي صوت الاي ايه عشان وراها حرف الاكس. فزك زك، ادي هنا صوت الايه، صوت الاكس بسبب وجود السيها وراها حرف الاس. تمام. طيب ممكن برضو تاخد باشبيل تاني على فاكسل. فاكسل يعني to change something، او ان انت بتغير حاجة فتقول فاكسل. تمام، تغير او تبدل. يبقى انت عندك اهو صوت الفي في فك فك فاكسل فاكسل. تمام، فاكسل فاكسل يعني يغير. وعندك ادي بسبب وجود السي ها اس فخليت السي ها صوت الاكس وبنطق صوت الاس عادي بعدها. وهنا برضو نفس الحوار، زكس زك زكس. تمام. ده لو التيها وراها اس. طب التيها مش وراها اس، ما تبداش تشوف اي حاجة تانية واسمع صوت الكلمة وما تقدرش تقول متحرك وعلة والحاجات دي. طب ليه بتقولي كده؟ هقولك ادي اهو بايشبيل بسيط. ادي او تيها اوخ، حرف الاو ده المفروض ان هو متحرك صح؟ حرف الاو متحرك. طيب لو انا جيت قلت لك الكلمة دي هتقولي اويخ اويخ. طب ما غلط، بالرغم ان هي نفس حرف الايه، حرف الاو. تمام. وهنا حرف الاه وهنا حرف الايه، طب ما ده متحرك وده متحرك برضه، يعني مفيش مشاكل مفيش حاجه. ولكن هنا نطقت اوخ سيها تبقى صوت الخ، وهنا نطقت اويش سيها بقت صوت الشين. طيب خلينا لو هنا كلمتين عشان ما تحسش ان انت ايه، مضطهد يعني. طب اعمل ايه في حاجه زي كده؟ بسمع الكلمه وبقلدهم وخلص. تعود ان انت تسمع الحاجه وحرك لسانك. تعود سماع تحريك لسان، سماع تحريك لسان وخلصنا، بدل ما توجع راسك اصل قبلها ساكن وقبلها متحرك وقبلها مش عارف ايه احنا فاضيين للكلام ده، مخنا وجعنا. طب انت بتعمل ايه؟ انا بسمع الكلام، ابتدي ان انا اكرر وراهم واحده بواحده، تبدا ان خلاص اول ما اشوف الكلمه دي او يبقى ما ينفعش تقولي اوش، ما ينفعش تقولي اويخ، ما ينفعش تخلط الايه الحاجتين، تقول اصل ها مره صا ومره شين. لا يا حبيبي، هي نفس الكلمه بتتنطق بطريقه معينه تنطق زيهم. طب انا سمعت واحد بيقول لي اوش وسمعت واحد بيقول لي اويخ، ماشي. ما في ناس مش عارفه تجيب الطريقه، مش عارفه تجيبها صح. وفي زي ما احنا قلنا كانوا في لهجات فلاحين او لهجات مش فلاحين، ان انا بغلط يعني، لهجات مناطق ليها نطق معين. وفي ناس مش عارفة تدرس، مش عارفة تجيب الكلمة، الكلمة تقيلة على لسانها. زي طفل ألدغ مثلا، مش عارف تجيب حرف الر صح، خلاص بقى يبقى حرف الر يبقى مثلا اغ. يعني ايمي سمير غانم ندخة في الر تقريبا، فخلاص خلينا كله زي ما بتنطق، خليه لام مثلا، ما ينفعش. يعني رجل خليها رجل عشان واحد نطقها لي كده. لا، انا بشوف النطق الصح ايه بتاع الكلمة عشان ما اوجعش راسي. يبقى لسيها لو بعدها اس اخليها صوت الاكس، لو مش بعدها اس خلاص انطقها زي ما الكلمه بتتنطق. وتروح تدور على ابلكيشن ليه او تشوف الالمان بينطقوا ازاي، او حتى ابلكيشن ريفرس. كل الابلكيشنز دي هتلاقيها في الديسكريبشن، مفيش مشاكل معاك. او خش على جروب التليجرام، كل التطبيقات والابلكيشنز برضو هناك. بس هديلك تركايه، لو حرف السيها او مقطع السيها قبله الاي خليه ايش كده، ايش خفيفه، ايش بس. اول ما تلاقي المقطع ده كنا اتكلمنا على فكره فيه فيديو مره قبل كده، فانت اول ما تلاقي المقطع ده حضر قدامك على طول تبدا تعمل ايه، ايش. ايش هسيبها لك حرف الاي عشان تبقى واضحه قبل ما الدنيا تفصل علينا. ماشي، الحوجه مره. ماشي. انت غشت حصة، يعني أنت غشت حصة أو سيشن في الكورس مثلا. فأنت حرف الأو أهو بضمه، أنت اللي إيه لا ينطق، أنت أهو. وبعد كده غشت، أنت غشت ليه؟ عشان الإيد سي ها. يبقى أول ما تلاقي الإيد سي ها مع بعض انطق صوت الشين الخفيفة، وبكده انت خلصت من حوار السي ها بلا قلب راس، ما توجعش راسك فيه. اسمع واقرا زي ما الألمان بيقولوا بالظبط، وشكرا. ده كده على المقطع الجديد. ان شاء الله ما نبقاش ناسيين حاجة. ماشي.
اعتقد كده انا مش ناسية حاجة، كل الحاجات انا اتكلمت فيها. ممكن بس تاخد كلمة تسيون، يعني المقطع ده برضو مهم. المقطع اهو تسيون. ماشي. خليني احطهولك بلون حلو كده واكبر لك الدنيا عشان تبقى شايف ايه. اهو المقطع سيون، مش بتقول شن. يعني مثلا دي كده بالانجلش اسمها information. information صح. بس هغير لك بدل ما الدنيا كده اهو زي الفل. ده بالانجلش information. لا احنا ما بنقولش information، بنقول information. information. يبقى انت عندك اول ما تلاقي التي اي او ان تيون. تيون information. information. تمام. ماشي. الحرف بس اللي بعد كده اليوت بيتنطق صوت اليه، وفي بعض الكلمات ما بيبقاش يه، بيبقى زي الجي بالظبط. زي كلمة جوب لأن هي جاية من الإنجليش. ده برضو حرف لوحده. يبقى دي كلمة جوب. جوب عادي لأن هي جاية من الإنجليش، فهي بتساوي معنى كلمة بغوف. بعد كده عندك هي أصلها أصلا بيكون حرف الياء أو صوت اليه، زي كلمة يونج. يونج. ما بقولش جونج، لا يونج. زي ما في واحدة اسمها ياسمين وبنقول عليها جاسمين، هي المفروض جاسمين، فاحنا في الألماني بنقول ياسمين عادي، مفيش مشكلة. يبقى ياسمين وده جاسمين، الاتنين نطق صح لأنه حرف اليوت. لو الكلمة أصلها ألماني انطقها ي، لو مش أصلها ألماني وجاية من لغة دخيلة فهضطر أقراها زيهم. حرف الجي كمان بيبقى صوت الجيم، زي كلمة جروس كبير. جروس. أنا بحاول إن أنا أنزلك الإيه الدنيا كلها. حرف الايه اللي عندك فيه مشاكل برضو، قلت لك اسمع الكلمه ما توجعش في راسك. كلمه اتنطقت فيها حرف الايه غين خلاص انطقها، ما اتنطقتش اصلا خلاص بشيلها، ما توجعش دماغك فيها. النطق لو خدته بقاعده صدقني والله عمرك ما هتنطق صح، وده اللي مخلي ان اللغه تقيله على قلبنا ودمها يلطش يعني. تمام. يعني انت عندك اهو ادي شتغاسه شارع، اتنطقت هنا غين شتغاسه، ما ينفعش اقول شتراسه، ما ينفعش. ليغا مدرس. لغن مدرسة. بعد كده مثلا عندك سبورت ما نطقناش، فانت بتشوف الكلمة نطقها ازاي وابدأ قلد وريح نفسك. تمام. خلص. خلصنا قواعد النطق لغاية ما انا فاكرة. ان شاء الله ما بقاش نسيلك اي حاجة. لو في مقطع انت عاوز تسمع صوته او كده، احنا كده كده هنعمل ليزن بقى، يعني هنجيب تكست ليزن ان شاء الله، ونبدأ ان احنا نظبطها مع بعض ونتعلم القراءة، وبعد كده ناخد تكوين السؤال والزاتس باو بتاعنا او تكوين الجملة كمان. ماشي. اعتقد مش ناسيه، لو انا نسيت حاجه فكروني. ما تبخلش علينا باللايك عشان انا بتعب قوي 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 في المونتاج مش التسجيل. والتسجيل والله كل دقيقتين شوف بيقطع، وهنضطر ان احنا نمنتجه بطريقه. بحاول ان انا ابان احترافيه بس هي لا احترافيه ولا نيله، بس يعني بنمشي حالنا. بس ان شاء الله تبقوا مش متضايقين. شايفه ان ده الطف بكتير من الاول. كان الاول فيه كان في اسمه ايه ورق ودنيا، فالاضاءه كانت وحشه ومش عارف ايه، ما كنتوش شايفين الكلام كده. شايفه الامور لطيفه خالص الحمد لله كده الدنيا تمام الحمد لله. قربنا نخلص او مش قربنا، احنا خلصنا قواعد الالماني النهارده ان شاء الله، وتبقى الامور ظابطه معانا، والى لقاء اخر ان شاء الله.